أنا شوقي علي محسن الجايفي من قرية الفصلة، مديرية الطويلة، محافظة المحويس. وهذا بيت أبي وجدي الذي سكننا فيه وسكننا احنا أيضا فيه، خلقت أنا في هذا البيت. يعيش شوقي الجايفي كما هو الحال مع غالبية السكان في اليمن في قرى معلقة رغم المعاناة الشديدة في وصول الماء ووسائل العيش إلى قمم هذه الجبال. لأن بنعاني معاناة شديدة من بعد الماء الغيل الذي هو الغيل الذي إلى البريكة إلى المحل بعيد مسافة 3 ساعات بالحمير ننقله نقل. آبائنا وأجدادنا الأقدمين هذا كلهم كانوا يعانوا يعني من الماء، كل حمل فوق صورتهم الماء والطعام كل وسائل الحياة كانوا يعانوا منها، كان حاجة صعبة. يعتمد الأهالي على المرأة بشكل رئيسي للقيام بالكثير من الأعمال داخل المنزل وخارجه، فهي من تقوم بنقل العلف للمواشي وتتولى عملية نقل الماء من أسفل الأودية أو من ينابيع تكون غالبا بعيدة عن القرية بطرق تقليدية بدائية تحمله على رأسها بتوازن عجيب رغم طول المسافة ووعورة الطريق. تمثل الجبال الملجأ الأول للإنسان للحماية ضد الأخطار الطبيعية والمطامع البشرية أيا كانت، ولهذا نمت علاقة الإنسان هنا بالجبل عبر سنين طويلة من التحدي والكفاح، وصلت في كثير من الأحيان إلى درجة الالتصاق المباشر بها، كما تستخدم حسب طبيعتها في كل منطقة، منها ما اتخذ سكنا بحد ذاته ومنها ما اتخذ كسند أو ظهير للحماية. ثلا هي من بعيد كأنها لوحة مائية رسمت بألوان طينية متفاوتة الدرجات، كلما اقتربنا منها أفصحت عن تفاصيلها. بيوت حجرية تلتف على عنق الجبل، سور مهيب يطوقها في مشهد لحالة من الاستنفار والحذر من أخطار الغزاة. في قرية الفصلة، بعد أن قام بالأمس شوقي الجايفي ورفاقه بما يسمونه السلفدة، ها هو اليوم يتوجه إلى الحقل وسيلحقه رفاقه للقيام بحرث الأرض قبل الذري أو بذر الحبوب. عادة ما يقوم المزارعون بترديد الأهازيج الزراعية أو المغارد، والتي يحفظ شوقي ورفاقه الكثير منها. من الارتفاعات الشاهقة للجبال تبدو القرى الجبلية المعلقة بروعتها وشموخها وهي تتدلى في الأسفل. حياة ضاربة في القدم عودت سكانها على الصبر والجلد.
بالعزم وقوة الإرادة والإبداع أقام السكان هنا لأنفسهم حياة خاصة وتأقلموا مع هذه البيئة القاسية. بناء المنازل بشكل متلاصق سمة أساسية من سمات بناء القرى، ما يشكل نسقا أو طوقا أمنيا آخر. هذا التلاصق يحمل دلالة اجتماعية تنبئ عن مدى التقارب والانسجام الاجتماعي بين أفراد المجتمع. تم رص هذه الحجارة ببعضها البعض بطريقة جميلة ومتناغمة دون استخدام مادة أسمنتية أو أي مادة أخرى، تبدو بسيطة ومع هذا صمدت وتماسكت رغم عوامل التعرية المختلفة.